يا صباح الخير. اكيد يعني ورغم الظروف الصعبة اللي كلنا بنمر بيها، بس كتير بنبقى عايزين نعمل حاجات حلوة لاولادنا او مقرمشات مثلا يغمسوها جنب كوباية الشاي، بس في نفس الوقت عايزين حاجات تكون اقتصادية وكمان تكلفتها ما تكونش عالية. فعلشان كده بحب اعمل معاكم الفترة دي وصفات اقتصادية كتير. عملت معاكم كيكات قبل كده من غير لبن ولا حتى بيض ولا شوكولاتة، وعملت كمان معاكم قطع جاتو كتير من غير ولا بيض ولا لبن ولا شوكولاتة، وكمان عملت معاكم بسكوتات كتير قبل كده من غير ولا سمنة ولا زبدة، وكانت برضو حلوة جدا. بس وصفة النهاردة بصراحة حبيت تكون اقتصادية بزيادة شوية، فتعالوا نعمل مع بعض النهاردة بسكوت للشاي من غير ما نستخدم زبدة ولا سمنة ولا بيض ولا لبن ولا طابع ولا اي حاجة من دي خالص، وكمان بعجينة واحدة بس هنعمل نوعين من البسكوت بمنتهى السهولة. بس في الاخر بيطلع البسكوت طعمه حلو زي البسكوت بتاع المدارس اللي كنا بناخده زمان، وكمان بيطلع قوامه مقرمش جدا زي ما انتم سامعين كده. يلا بقى نشوف البسكوت القمر ده عملناه ازاي. بس لو سمحتوا قبل ما نبدا الفيديو عايزه افكركم يا ريت اللي ما عملش اشتراك في القناه يشترك، وكمان يفعل الجرس ويعمل لايك علشان ده بيساعد القناه ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه كده استخدمت 3 كوبايات من الدقيق. انا استخدمت دقيق متعدد الاستخدامات، بس ال3 كوبايات دول هشيل منهم معلقتين كبار، وحطيت على الدقيق معلقه كبيره من النشا، ربع معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من البيكنج باودر. بس يا ريت ما تزوديش البيكنج باودر قوي علشان البسكوت ما يفرش منك في الفرن، وكمان النقشه بتاعته تروح. وفي شفشق الخلاط حطيت نص كوبايه من السكر ونص كوبايه من الزيت، ويا ريت يكون نوع الزيت نضيف علشان ما يغيرش طعم البسكوت. وحطيت كمان نص كوبايه من الميه، معلقه صغيره من الفانيليا، وهضرب بقى المكونات دي مع بعض كويس جدا لغايه لما السكر يدوب وما يبقاش فيه اي حبيبات خالص من السكر. وفي المرحله دي بقى لو انت مش هتعملي بسكوت بالشوكولاته او بالكاكاو يعني، فتقدري تخلي البسكوت كله بطعم البرتقال، فممكن بقى تستبدلي نص كوبايه الميه بنص كوبايه من عصير البرتقال، او حتى لو ما عندكيش برتقال فممكن تحطي معلقه صغيره كده من روح البرتقال، او تقدري تدوبي في نص كوبايه الميه معلقه كده من بودره تانك البرتقال، وتقدري كمان تحطي بشر برتقال. يعني الاضافات دي كلها بتكون حسب الرغبه. وبعد ما ضربت الخليط السائل مع بعضه كويس جدا هنزل بيهم بقى على المكونات الجافه اللي كنا مقلبينها على بعض. وفي البدايه كده هقلب بمعلقه او بالاسباتيولا، وبعد كده بقى هستخدم اطراف صوابعي بس، لان عجينه البسكوت مش بتتعجن ابدا، هي يا دوب بتتلم بس، لان عجينه البسكوت لو عجنتيها زياده عن اللزوم هتفعلي الجلوتين اللي في الدقيق والبسكوت هيطلع معاكي ناشف جدا. فيا دوب تلميها بس باطراف صوابعك كده لغايه لما المكونات كلها تندمج مع بعض وبس كده. وبعد ما تلم العجينه كلها مع بعض كويس جدا هتلاقي قوام العجينه لسه بيلزق، وهو ده المطلوب علشان نقسم العجينه دي لنصين. واخدت نص العجينه وزودت عليه معلقه كبيره من الدقيق، وهلمهم برده مع بعض كويس جدا باطراف صوابعي. وبعد ما لميت العجينه كويس هختبرها بايدي اللي انا ما كنتش بعجن بيها، هاخد جزء صغير من العجينه واكوره واضغط عليه كده. لو العجينه ما شققتش يبقى هي كده قوامها ناجح ومش محتاجه اي حاجه تانية. ولما اخلصها هغطيها ببلاستيك كده لغايه لما احضر جزء العجينه التاني. واخدت الجزء التاني من العجينه وزودت عليه معلقه كبيره مليانه من الكاكاو الخام الغير محلى. وبعد ما لميت العجينه كويس باطراف صوابعي هاخد جزء من العجينه وهختبرها بايدي اللي انا ما كنتش بعجن بيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان نشوف العجينه بتشقق معايا ولا لا. وقوام العجين كان مظبوط جدا وناعم ومش بيشقق. وهغطي برضو العجينه دي بالبلاستيك كده علشان هشتغل في الجزء الاول في العجينه. ولازم جدا وضروري لما تيجي تشتغلي في العجينه دي لازم يكون تحتها وفوقيها كده بلاستيك، او تقدري تشتغلي على المفرش السيليكون، بس برضو هتحتاجي ان انت تحطي على العجينه من فوق بلاستيك علشان تعرفي تفرديها بشكل كويس. ونوع البسكوت ده علشان مفهوش بيض فلازم جدا وضروري وانت بتفرديه يكون سمك العجينه رفيع جدا على قد ما تقدري، لان العجينه لو سميكه البسكوت هيطلع قوامه ناشف جدا ومش حلو ابدا. وزي ما انتوا شايفين كده انا فردت العجينه بسمك رفيع جدا لدرجه ان الرسمه اللي كانت في البلاستيك كانت باينه من العجينه. وانا بعد ما فردت العجينه مشيت عليها كلها كده بالشوكه علشان اديها شكل مش اكتر. والتقطيع ده طبعا هيكون حسب الرغبه، ممكن بقى تقطعي باي حاجه عندك. انا كان عندي قطعات مربعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ممكن تقطعي نفس الشكل ده بالسكينه، وكمان لو عندك سكينه مشرشره هتديكي نفس الشكل ده بالظبط. ممكن تقطعي بقى بكوبايه او طبق، يعني التقطيع ده هنستخدم فيه اي ادوات من المطبخ، مش محتاج اي افتكاسات ولا اي حاجه خالص. وبعد ما تقطعي هتلاقي البسكوت بيتشال معاكي بمنتهى السهوله. بس زي ما قلت لكم اهم حاجه وضروري جدا ان وانت بتفردي العجينه لازم يكون سمكها رفيع جدا على قد ما تقدري. اما بقى العجينه اللي بتفضل بعد التقطيع زي دي فانت برضو هتلميها على بعض بس مجرد لم، ما تعجنهاش ابدا. ودي العجينه اللي بالكاكاو هنفردها برضو بنفس الطريقه بسمك رفيع جدا.
ودي برضو هعمل فيها شكل بسيط جدا كده بظهر الشوكة، هعمل خطوط بالطول وخطوط بالعرض مش اكتر من كده، وهتقطعيها برضو باي حاجة عندك. انا قطعتها ببصامة الكحك زي ما انتم شايفين كده، وممكن تقطعي طبعا بكوباية، المهم ما يكونش حجمها كبير علشان البسكوتية تكون صغيرة كده وشكلها حلو. انا بديكوا افكار طبعا مش اكتر، هو من بعد العجينة تقدري بقى تستخدميها في كل اريحية زي ما انت عايزة. ولو انت عايزة البسكوت كله يكون بطعم الكاكاو، فمن البداية كده المعلقتين الكبار اللي احنا شلناهم من ال3 كوبايات دقيق هتشيليهم برضو، هتستبدليهم من البداية كده بمعلقتين كبار من الكاكاو الخام الغير محلى. ولو انت عايزة البسكوت كله يكون بطعم الفانيليا فهتستخدمي ال3 كوبايات دي، مش هتشيلي منهم ولا معلقة، لان الغرض من ان انا بشيل معلقتين الدقيق دول من البداية علشان انا عايزة قوام العجينة يكون طري وبيلزق، علشان اعرف اقسم العجينة لنصين واخلي جزء ابيض وجزء بالشوكولاتة. ولو انت برضو عايزة البسكوت كله يكون ابيض وكله بطعم البرتقال فهتستخدمي برضو ال3 كوبايات دي، مش هتشيلي منهم ولا معلقة. يعني انت مش هتشيلي معلقتين الدقيق دول الا في حالتين، في حاله ان انت عايزه تقسمي العجينه زي ما انا عملت كده بالظبط، او في حاله ان انت عايزه تعملي البسكوت كله في الكاكاو فهتشيليهم من البدايه وتستبدليهم بمعلقتين من الكاكاو الخام الغير محلى. ودي برضو طريقه حلوه جدا للتشكيل. بعد ما قطعت العجينه بشكل مربع كده زي ما انتم شايفين، هجيب بصامه الكحك العاديه جدا اللي كلنا بنستخدمها، وهحط العجينه اللي انا قطعتها، ولما اضغط عليها في الاخر هتديني الشكل القمر اللي انتم شايفينه ده. واظن بقى ما فيش ابسط ولا اسهل من كده تشكيل، وما بياخدش معانا ابدا ولا وقت ولا مجهود. وحاجه برضو مهمه جدا، لو عملتي البسكوت ده ودرجه الحراره عاليه او احنا في الصيف يعني، فمهم جدا وضروري انك تسيبي العجينه دي قبل ما تشكليها على الاقل يعني نص ساعه في التلاجة، قبل ما تبداي تفرديها ولا تشكليها ولا تعملي فيها اي حاجه. سيبيها كده في التلاجة شويه علشان العجينه دي او اي عجينه بسكوت عموما يعني لو الجو حر هتطرد الزيت اللي فيها، وكمان قوامها هيكون طري جدا ومش مريح ابدا وانت بتفرديها. وانا هنا اخدت جزء من العجينه الفاتحه وفردتها شويه، وكمان اخدت جزء من العجينه الغامقه وفردتها شويه، وبعدين اخدت العجينه الغامقه حطيتها على الفاتحه واخدتهم بقى على بعض وفردتهم كويس جدا لغايه لما بقى سمك العجينه كده شفاف وخفيف. وبعدين لفتهم رول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدا بقى ان انا اقطع من الرول ده بالحجم اللي انا عايزاه. بس بعد ما اقطع العجينه برده لازم افردها بشكل كويس جدا لغايه لما اخلي سمكها رفيع جدا وخفيف، علشان زي ما قلت لكم على قد ما تقدري بلاش ابدا تخلي سمك العجينه دي يكون سميك، علشان البسكوت مش هيطلع حلو ابدا. وفي الاخر هتديني الشكل الحلزوني الحلو البسيط اللي انتوا شايفينه ده. عايزه بقى تسيبيها على كده مفيش مشكله، عايزه تحطيها على بصامه الكحك برده بتبقى حلوه مفيش مشكله. اما بقى لو انت عندك القطاعات اللي بتكون جزء واحد ده فده هتنجز معاكي كتير جدا. انا عندي القطاعات اللي هي على شكل قلوب دي، وبعد ما قطعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هاخد برده كل قلب واحطه على بصامه الكحك دي علشان اديله شكل بس مش اكتر. لكن طبعا ممكن تسيبيها ساده كده وتبسطي الامور مفيش مشكله خالص، وطبعا كل ما تبسطي الامور كل ما الموضوع هيكون سهل عليكي ومش هتزهقي ابدا. المهم ان انت بعد ما تخلصي تشكيل البسكوت القمر ده يدخل على فرن ساخن مسبقا على درجه حراره هاديه، يعني على 160 170 بالكتير، ومع المتابعه طبعا علشان كل فرن بيختلف في درجه حرارته. المهم ان انت اول ما تلاقي البسكوت اخد اللون الذهبي الحلو ده من تحت، وقتها بقى هتشوفي لو البسكوت بتاعك اخد لون، فطبعا مش هتحتاجي ان انت تفتحي عليه الشوايه. لكن لو لقيت البسكوت لسه لونه فاتح من فوق فهتحتاجي ان انت تفتحي عليه الشوايه، حاجه بسيطه وبس كده. وعلى ما اعتقد بقى مفيش ابسط ولا اسهل ولا اوفر من كده. عملنا بسكوت للشاي بسيط جدا وسهل، بسيط جدا علشان المكونات بتاعته بسيطه واقتصاديه، وسهل جدا علشان طريقه التحضير بتاعته ما بتتعداش الدقايق. وبكده نكون عملنا للاولاد احلى بسكوت يغمسوه جنب كوبايه الشاي من غير ما نستخدم ولا زبده ولا سمنه ولا بيض ولا لبن ولا طابع ولا اي حاجه من دي خالص. بيفكرني بالظبط بالبسكوت اللي كنا بناخده في المدارس زمان. ولازم البسكوت يكون بالشكل والسمك اللي انتوا شايفينه ده، رفيع جدا وخفيف. والبسكوت زي ما دخل الفرن زي ما خرج النقشه بتاعته ما راحتش ابدا، ما فرش ابدا في الفرن. جربوا بقى تعملوا البسكوت السهل والبسيط ده وان شاء الله يعجبكم. كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص، نتقابل على خير ان شاء الله في فيديو جديد. اسيبكم في امان الله وحفظه. بس لو سمحتوا ما تنسوش لو انتوا استفدتوا من الفيديو ده ولو بحاجه بسيطه ما تنسوش تعملوا الخير النهارده وتدعموني بالاشتراك في القناه، وكمان ما تنسوش تفعلوا الجرس وتعملوا لايك وشير. وربنا يحسن بقى ما بين ايديكم. بحبكم في الله.